قررت في يوم تشتري حاجة اونلاين ودخلت على الموقع وفي دقايق قليلة كنت اشتريتها وخلصت. طيب جربت في مرة قبل كده تعمل قهوة في كافي ماشين ولما جيت تستخدمها حسيت ان الموضوع صعب جدا كأنك بتحل مسألة فيزيائية؟ هو ده بالظبط الفرق بين اليو اكس السليم واليو اكس السيء. السلام عليكم، معاكم محمد ممدوح، يو اكس ديزاينر انثوزياست اند منتور. من زمان وانا مؤمن ان الفرق الاساسي اللي بيميز منتج عن منتج تاني هو تجربة المستخدم. وفي الكورس ده ان شاء الله هنتكلم عن كل ما يخص تصميم تجربة المستخدم او اليو اكس ديزاين. اليو اكس ديزاين هو العلم اللي بيركز على التفاعل بيننا احنا كبشر وبين المنتجات والخدمات اللي بنستخدمها يوميا، فيسبوك، امازون، اوبر او حتى الكافي ماشين. اكتر الحاجات اللي بتميز مجال اليو اكس هو انه بيجمع بين مجالات كتير جدا، منها علم النفس والبزنس والتصميم والتكنولوجيا. ودي فعلا من اكتر الحاجات اللي بتميز مجالنا ده، لان لما بتتعلمه وبتطبقه صح وبتاخد خبرة فيه مش بس بتتقن شغلك كيو اكس ديزاينر، انت كمان بتكتسب خبرات في المجالات التانية دي كلها. في بداية الكورس ده هيكون في مقدمة جميلة وممتعة جدا جدا عن اليو اكس، هنتكلم فيها عن ايه هو اليو اكس وايه هيكون دورك كبروفيشنال يو اكس ديزاينر وايه علاقة اليو اكس بالبزنس وعلم النفس. بعد كده هنتكلم بالتفصيل عن الاشكال المختلفة لليو اكس بروسيس وايه هي مراحل اليو اكس بروسيس، وهنمشي على كل مرحلة منهم بداية بالريسيرش ووصولا لليوزر انترفيس ديزاين او اليو اي. هنفتح ادوبي اكس دي مع بعض ونشوف هو عبارة عن ايه وبنستخدمه ازاي. وفي الاخر خالص هنتكلم عن الديزاين باترنز، وهنعرف مع بعض ايه هي الدارك باترنز اللي كتير من الشركات الكبرى زي جوجل وادوبي بيستخدموها عشان يخدعوا بيها المستخدمين. وفي نهاية الكورس هيكون معانا مشروع تخرج، هتختار توبيك معين وهنشتغل عليه باننا نطبق البروسيس اللي اتعلمناها بالكامل. عشان تقدر تستفيد اقصى استفادة من الكورس ده مش محتاج يكون معاك غير لابتوب، وطبعا شغف كبير جدا انك تتعلم حاجة جديدة تنفعك مش بس في حياتك المهنية ولكن كمان في حياتك الشخصية والاجتماعية. في 2020 لينكد ان صنف وظيفة يو اكس ديزاينر بانها رقم 5 الاكثر طلبا حول العالم، والاحصائيات بتقول ان مرتبات الجونيور يو اكس ديزاينرز في امريكا بتوصل ل $81,000 في السنة. ده معناه اننا بعد ما نخلص الكورس ده ان شاء الله هنكون جاهزين نشتغل كبروفيشنال يو اكس ديزاينرز في اماكن كتير جدا ونحقق دخل ممكن يوصل ل 120,000 جنيه سنويا. جهز نفسك، ولو عندك اي سؤال اكتبه وخلينا نتناقش فيه ان شاء الله لما نتقابل، سواء في فرع الشركة او لما نتقابل ان شاء الله على زوم.